اللحمة طرية جدا هتقولها بالإنجليزي The meat is really tender. هقولها ببطء The meat is really tender. مرة كمان The meat is really tender. معناها بالعربي إن اللحمة طرية جدا. بالنسبة للتركيب The meat يعني اللحمة وis يعني يكون really يعني جدا وtender يعني طرية. It melts in your mouth معناها اللحمة بتسيح في بقك. وفي كل بديل هشرح الكلمة وتركيبها. It melts يعني بتسيح in your mouth يعني في بقك. لو عاوزين تعرفوا جمل أكتر تابعوا معايا الحلقة للآخر. بيكم في حلقة جديدة من قناة ساندويتش إنجليزي. النهاردة هنتعلم شوية جمل جديدة عشان نعرف نعبر عن رأينا في الأكل بشكل أحسن. الجمل دي هتفيدنا في حياتنا اليومية وهتخلينا واثقين أكتر وإحنا بنتكلم عن الأكل. يلا بينا نبدأ بأول جملة. لما تحب تقول الأكل مالح قوي عليا هتقول بالإنجليزي It's too salty for me. هقولها مرة ببطء It's too salty for me. ولما تكررها هتحس إنك بتقولها بسهولة. الجملة دي معناها بالعربي إن الملح كتير بالنسبة لك. التركيب بتاعها It's يعني هو أو هي و to يعني زيادة و salty يعني مملح و for me يعني عليا. ممكن تقولها بطريقة تانية زي There's a bit too much salt وده معناه إن في شوية ملح زيادة. البديل التاني It's kinda salty وده معناه مملح شوية. أول a bit too much salt. a bit معناها شوية و too much معناها كتير زيادة عن اللزوم و salt يعني الملح. فالجملة معناها إن في شوية ملح زيادة عن المطلوب. البديل التاني It's kinda salty. It's يعني هو أو هي و kinda اختصار ل kind of ودي معناها نوعا ما أو شوية و salty يعني مملح. فالجملة معناها إنه مملح شوية. لما تحب تقول اللحمة طرية جدا هتقولها بالإنجليزي The meat is really tender. هقولها ببطء The meat is really tender. مرة كمان The meat is really tender. معناها بالعربي إن اللحمة طرية جدا. بالنسبة للتركيب The meat يعني اللحمة وis يعني يكون really يعني جدا وtender يعني طرية. It melts in your mouth معناها اللحمة بتسيح في بقك. وفي كل بديل هشرح الكلمة وتركيبها. It melts يعني بتسيح in your mouth يعني في بقك. لما تحب تقول الطعم حكاية ممكن تقول This tastes amazing. الجملة دي معناها إن الحاجة اللي بتدوقها طعمها رهيب يعني لذيذة جدا. ممكن كمان تستخدم بدلها It's absolutely delicious يعني إن حاجة دي لذيذة جدا. كل العبارات دي بتوصل نفس المعنى إن الطعم حلو جدا وممتع. Food tastes amazing. التركيب بتاعها بسيط. The food يعني الأكل tastes يعني يطعم أو مذاقه و-amazing يعني رائع. أما البدائل زي ما قلنا It's absolutely delicious. التركيب هنا It's يعني إنها أو هو و-absolutely يعني تماماً أو جداً و-delicious يعني شهي أو لذيذ. الاختلاف في الكلمات الوصفية لكن كل الجمل بتوصف إن الطعم رائع. البديل التاني هو so good. التركيب بتاعه بسيط جداً. so معناها جباً أو قوي و-good يعني جيد أو حلو. فلما تقول so good يبقى معناها الطعم حلو جدا. ممكن تستخدمها لما تكون عايز تعبر عن إن الأكل طعمه بسيط لكنه جميل جدا. الجملة It's a bit bland معناها إن الطعم شوية ملوش نكهة أو مش مميز. It's يعني إنها أو هو و-a bit يعني شوية و-bland يعني ملوش نكهة قوية. فالعبارة كلها بتقول إن الأكل مش فيه طعم واضح. ممكن تستخدمها لو حسيت إن محتاج شوية ملح أو بهارات عشان يبقى الطعم أحلى. It's a bit bland. مرة تانية It's a bit bland
يعني الطعم شوية ملوش نكهة. أول بديل needs more seasoning، يعني الأكل محتاج شوية توابل أكتر. needs يعني يحتاج، و more seasoning يعني توابل أو بهارات أكتر. البديل التاني needs some salt، معناها الأكل محتاج شوية ملح. needs يعني يحتاج، و some salt يعني شوية ملح. البدائل دي كلها بتدي نفس المعنى، إن الأكل محتاج حاجة تزود النكهة. kind of plain معناها الأكل شوية عادي أو ملوش طعم مميز. kind of يعني نوعاً ما أو شوية، و plain يعني عادي أو من غير نكهة واضحة. فجملة the spices are perfect معناها التوابل مظبوطة تماماً. the spices يعني التوابل، و are perfect يعني مظبوطة أو مثالية، يعني الطعم مظبوط والتوابل مش محتاجة أي تعديل. The spices are perfect. مرة تانية the spices are perfect يعني التوابل مظبوطة جداً. Great seasoning يعني التوابل ممتازة. Great معناها رائع، و seasoning يعني التوابل أو البهارات. كمان البديل التاني هو it's well seasoned يعني الأكل متبل بطريقة ممتازة. نفس المعنى، إن التوابل مظبوطة جداً. seasoning بالING معناها التوابل أو البهارات نفسها، أما seasoned بالED معناها متبل أو مضاف له توابل. نردد البديل الأول great seasoning يعني توابل رائعة. كده الفرق إن الأولى بتوصف التوابل نفسها، والتانية بتوصف الأكل بعد ما يتحط عليه توابل. دلوقتي هقولك على شوية مفردات هتفيدنا جداً في التعبير عن الأكل. tasty يعني طعمه حلو أو لذيذ، يعني حاجة طعمها مميز وبتكون ممتعة للأكل. نكمل. كلمة اللي بعدها delicious يعني شهي. delicious يعني شهي أو لذيذ، يعني طعمه جميل جداً. نكمل. الكلمة اللي بعدها bland يعني بدون نكهة. salty يعني مالح. salty يعني مالح. الكلمة اللي بعدها sweet يعني حلو. sweet يعني حلو. نكمل. الكلمة اللي بعد كده spicy يعني حار. spicy يعني حار. الكلمة اللي بعدها sour يعني حامض. sour يعني حامض. نكمل. bitter يعني مر. bitter يعني مر. الكلمة اللي بعد كده juicy يعني مليان عصارة. juicy يعني مليان عصارة. بكده crunchy يعني مقرمش. crunchy يعني مقرمش. واللي بعدها tender يعني طري. tender يعني طري. احفظوا الجمل دي كويس، وهشوفكم الحلقات الجاية مع جمل جديدة. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.